الولا اهو، ابني النادي اهو. مع كوكبات الصفقات اللي الاهلي عملها دي، هقول لك احسن صفقه من اقوى صفقه والاكثر تاثيرا في سكواد الاهلي هي عوده ابن النادي محمود حسن تريزيجيه. يعني مش زيزو؟ مش زيزو خالص. يعني مش بن رمضان؟ مش بن رمضان خالص. بجد والله. تريزيجيه قائد، امكانيات، قدرات، خبره، حدث ولا حرج. فتريزيجيه بكل المقاييس معدي كل الصفقات دي. تعال اقول لك الديتيلز، التفاصيل. تريزيجيه هينقل سكواد الاهلي لحته ثانيه، سواء جوه الملعب كقائد يلم حوالين اللعيبه، او خارج الملعب مع الجمهور، ان الجمهور بيحبه. وياما تريزيجيه كان مطلب اساسي من جماهير الاهلي انه يرجع حتى على الاقل على سبيل الاعاره. دلوقتي راجع لك بيع نهائي، مكمل يا باشا، تاريخ جديد، بطولات جديده منتظره تريزيجيه في الاهلي. الاهلي كان في امس الحاجه للاعب بالامكانيات والقدرات دي، ورك ريت عالي قوي على مدار ال 90 دقيقه، وتاثير هجوميا، مسانده مع نص الملعب، تكمله دفاعيه اروع ما يكون. تريزيجيه تقدر تقول عليه اللاعب المتكامل. تريزيجيه نقطه شطرنج تقدر تحطها كلاعب جوكر في المكان، في تشكيلتك دي مع النجوم الكتير قوي اللي بقت موجوده في النادي الاهلي، بحيث انها تخدم المجموعه. تريزيجيه لاعب جوكر، عمرنا ما شفنا اي تاثير لتريزيجيه مع المنتخب، بالعكس كان من اعلى اللعيبه اللي بتدي. مستنيين اداؤه في كاس العالم للانديه ويعدي بينا دور المجموعات لابعد مدى في كاس العالم للانديه. مستنيين السيزون الجاي يرجع لنا افريقيا، نحتفل معاه بالنجمه 13. محتاجين قائد، كابتن تاني للنادي الاهلي يرجع الروح بتاعت الاهلي اللي غابت عنه كتير. تريزيجيه شرب من اللعيبه القديمه. تريزيجيه لحق بركات، ابو تريكه، حسام غالي، كباتن الاساطير دي. كنا احنا في امس حاجه اللاعب شارب من الناس دي. تريزيجيه موجود، يستحق يبقى الصفقه الاقوى والاكثر تاثيرا في الميركاتو الحالي والميركاتو الشتوي استعدادا لكاس العالم للانديه. مستنيينك يا تريزيجيه، واهلا بابن النادي في النادي الاهلي. اهلا بيك في الجزيره، اللي هو بيتك الاساسي. اقول لكم على حاجه بقى، تريزيجيه يستحق الهتاف المفضل لجماهير النادي الاهلي، هو الولا اهو. عوده حميده لابن النادي. شكرا.